ازيكم يا حبايب. عايز اتكلم كده في السريع عن مباراتين، الزمالك والجونه والاهلي وحرس الحدود. طبعا انا ما لحقتش كده وقتها اتكلم عن المباريات، اتاخرت شويه، معلش انا اسف جدا. كنت مشغول شويه. بس انا اتفرجت على الماتشين كويس قوي قوي قوي. شفت ماتش الاهلي، كان قبل ماتش الزمالك طبعا، وبعدين شفت ماتش الزمالك والجونه. طبعا انا هتكلم في البدايه كده عن ماتش الزمالك. آه، هو الزمالك ما بقاش الزمالك الا لما يحرق دم جمهوره. زي ما شفنا الزمالك عامل كل حاجه في الكوره قدام الجونه. الزمالك ماسك المباراه 90 دقيقه استحواذ وهجمات وخطوره وكل حاجه الزمالك عملها في الكوره، بس الزمالك جاب جون واحد بس. واضح ان الزمالك عنده مشكله تهديفيه كبيره جدا، برغم ان الزمالك عنده يعتبر فراوده كويسين، ولكن الزمالك عنده ازمه، واللي انا قلتها كتير جدا. الزمالك عنده ازمه في الهباط. الزمالك ما عندوش الا اللعيب البرازيلي فقط لا غير. احنا ما عندناش غير خوان الفينا بس. هتقول لي بقى عندنا معالي، عندنا شيكو بنزا، عندنا ما اعرفش. انا كل ده انا ما بعترفش بيه، عشان نتكلم بامانه ونتكلم بصراحه. احنا عايزين مصلحه نادي الزمالك. انا وجهه نظري الزمالك عنده ازمه هجوميه قويه جدا. الزمالك زي ما بقول عامل مباراه اكتر من جيده، ده وجهه نظري. انا اتفرجت على المباراه كلها. الزمالك على مدار المباراه استحواذ كامل للكوره. الزمالك بيضغط بشكل قوي جدا. الزمالك حتى لو الكوره فقدها بيرجعها بسرعه جدا جدا. الزمالك عنده حته الضغط، حتى ضاغط من فوق قوي. الزمالك بيضغط من عند المساكين فوق. الزمالك ما بيقفش في نص ملعبه يستنى، ونجح فيها اكتر من مره. ان الزمالك الضغط العالي حققه كويس جدا، وده اللي عمله وجدده في نادي الزمالك المدير الفني. وبشوف ان دي حاجه ايجابيه كويسه جدا جدا في نادي الزمالك. ولكن الحاجه السلبيه اللي احنا متعودين عليها من نادي الزمالك، قلنا احنا ما ينفعش نستكفى بهدف واحد، وده احنا مجربينه كتير قوي مع نادي الزمالك. عانينا كتير قوي في الموضوع ده، ان الزمالك يبقى كسبان 1-0 لحد الوقت الاخير، والزمالك يروح واخد جون كده في الاخر. هو ده اللي احنا متعودين عليه من نادي الزمالك. يمكن احنا ده على مدار السنين. مش عارف ليه الزمالك ما بيتعلمش من النقطه دي، ولكن الزمالك انا ليه بعض العذر. المباراه دي طبعا غايب عنها اخوان الفينا، ودي كانت ازمه كبيره. ان انت قلت انا عايز اريحه عشان ماتش الاهلي، عشان الانذارات، واتفاجئت ان انت ماتش زي الجونه انت افضل وانت عامل كل حاجه في الكوره، ولكن كان ناقصك الحته الهجوميه، ان حد يخلص لك في الحته دي. يمكن خوان الفينا مش هداف، عشان بس نبقى فاهمين الدنيا كويس. خوان الفينا مش هداف بشكل قوي جدا، لسه عايز يتطور، ولكن هو اكتر واحد بيصنع خطوره في الحته اللي قدام في نادي الزمالك. شفنا مباراه يعني بالله فريق سهل جدا يا جماعه. انا بصراحه الجون انا مش عايز ان انا اقول اقلل منهم، ولكن هم فريق متواضع جدا. الناس اللي كانت بتقول لك الجونه يستحق التعادل، لا خالص يا جماعه. هو الجونه ما عملش حاجه في المباراه غير كورتين، لو نتذكرهم كده مع بعض. الكره الاولانيه صلاح مصدق، كره اتلعبت عاليه جايه من نص ملعب الجونه، وجايه على نص ملعب الزمالك كره عاليه. صلاح مصدق هو اللي اهداها بكعبه للمهاجم انفراد، راح حطها في العارضه. دي الكره الاولانيه. الكره الثانيه كره ثابته، كره ثابته فاول، اتحطت في العارضه بشكل كويس جدا جدا جدا. الجونه بقيه المباراه ما فيش اي حاجه تاني خالص خالص، غير الهدف طبعا اللي جه وجه خطا هنقول عليه دلوقتي. ولكن الجونه طول مباراه 90 دقيقه ما فيش جون، ما فيش استحواذ، ما فيش ضغط. الزمالك بيلعب بكل اريحيه، الزمالك متحكم في الكوره، الزمالك ماسك نص الملعب، الزمالك بيوصل للجون، ولكن الزمالك ما بيحرزش اهداف. ودي ازمه نادي الزمالك اللي قلنا عليها كتير جدا. طب هنيجي لسبب الهدف. شفنا طبعا بعد خروج دونجا، وعايز اشيد بدونجا زي ما انا انتقدته كتير قبل كده. دونجا من افضل لاعبي الزمالك من بدايه الموسم ده، عشان بس ما نبقاش بنقصه على اللعيبه جدا. انا اتكلمت عليه وحش كتير قوي، كتير قوي بصراحه، ولكن هو الموسم ده اكتر من ممتاز. قبل ما يخرج شوف كميه استخلاص الكوره اللي عملها دونجا، وقطع الكور بشكل ايجابي، وان هو بينقل الكوره لقدام بشكل ايجابي. دي ما كانتش موجوده في دونجا. الزمالك دونجا بيلعب لقدام. دونجا كان الاول بيقطع، حتى لو قطع الكوره بيلعب لورا. لا، دونجا دلوقتي بيلعب كوره ايجابيه جدا لقدام، وعامل مثلث محترم جدا مع عبد الله السعيد وناصر ماهر، اللي هم عاجبني قوي الموسم ده. صراحه عبد الله السعيد يا جماعه، انا مهما شكرت فيه، انا كل فيديو بشكر فيه وبمدح فيه، وانا حاسس ان انا مش بديله حقه. عبد الله السعيد عنده 40 سنه يا جماعه. عبد الله السعيد بيعمل كل حاجه في الكوره زي ما قلت قبل كده. هو اللي بنسبه كبيره بيدي الاستحواذ لنادي الزمالك، متحكم في الكوره، بيلعب الكوره من غير ما يبص. عنده القرار موجود من قبل ما يفكر اي حد في الملعب. هو عنده القرار وبيلعب الكوره من لمسه واحده. دونجا زي ما بقول دونجا ياخد حقه. دونجا كان افضل لعيب، وسبب من اسباب ان الزمالك جه فيه جون هو دونجا. احنا فقدنا نص الملعب بعد ما دونجا خرج. الخمس دقائق الاخرانيين اللي هو جه فيهم الجون كان في فراغ كبير قوي. يمكن عبد الله سعيد نزل رقم 6. وعايز اعذر برضو مدرب الزمالك. احنا ما عندناش ديفندر موجود في نادي الزمالك غير دونجا حاليا. في ناس موجوده، ولكن الناس دي ما بين اصابات، ما بين ايقافات،
في لغز كبير قوي على محمود جهاد. انا ما اعرفش اللعيب ده بيعمل ايه في الزمالك، المفروض ده لعيب زي ده ينقذني في حاجه زي كده. احمد ربيع علامه استفهام. لعيب انت جايبه من البنك الاهلي، المفروض ان اللعيب ده ديفندر مهم جدا، يبقى بديل لدونج او اساسي كمان، ده اللي احنا كنا بنطمح له. لعيب من اول ما جه انا ما بشوفوش. محمد شحاته لعب اول ماتشين تقريبا في الدوري وبعدين اتصاب ما شفناهوش تاني، فانت عندك ازمه. المدرب كان معذور فيها للاسف، فهو ما قدرش يلاعب غير عبد الله السعيد في الحته دي، وده كان من اسباب الهدف. هو حته الديفندر مع احمد فتوح اللي هو نقطه ضعف بقت كبيره قوي في نادي الزمالك. وانا قلت قبل كده يا جماعه احمد فتوح بعد مشكلته مع نادي الزمالك لازم كان احمد فتوح يمشي. دي وجهه نظري، فنيا بقى واخلاقيا وزي ما عايز تقول قول. فانا بالنسبه لي احمد فتوح لا يصلح لنادي الزمالك. لعيب خلاص، انا بالنسبه لي هو مشطب كوره. عشان معنى ما الناس تقول لي بتقصوا، لا انا بصراحه يا جماعه انا ما بشوفش ان احمد فتوح ده بيفيد الزمالك بحاجه خالص. الراجل فرق معانا جدا. الراجل المغربي بتاعنا محمود بنتايج فرق معانا جدا جدا ان هو ما لعبش المباراه دي. بشوف ان احمد فتوح كانت نقطه ضعف، مش قادر يغطي كويس الجون من ناحيته. شيكو بنزا لعيب لا يصلح لنادي الزمالك، انا قلتها في اكتر من فيديو. انا قلت لازم اللعيب ده يمشي من نادي الزمالك، لازم شهر واحد يشوفوا له نادي، اعاره بقى، بيع، ايا كان. اللعيب ده لا يصلح نادي الزمالك. الزمالك عنده ازمه في حته الهافي الشمال والهافي اليمين، وقلت قبل كده يا جماعه قبل ما تمشي مصطفى شلبي لازم يكون ضامن ان في اثنين هاف شمال، اثنين وينج شمال سوبر يكونوا موجودين في نادي الزمالك قبل ما تمشي مصطفى شلبي. ناحيه الشمال، ناحيه اليمين احنا لقينا اخوان الفينا الحمد لله، ده حاجه كويسه جدا جدا جدا، ولكن ما فيش بديل. مع احترامي للمعالي لعيب كويس جدا بس لسه لعيب صغير في السن قوي، ولسه ناقصه حاجات كتير قوي عشان يوصل لليفل انه يلعب في نادي الزمالك. فلازم الزمالك عشان يقدر يكمل الموسم ده لازم الزمالك يقدر يدعم شهر واحد، يقدر يجيب اثنين هافات، واحد شمال وواحد يمين على اعلى مستوى، اذا ما كانش يكون كمان اثنين شمال وواحد يمين مع اخوان الفينا. مهم جدا 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 لنادي الزمالك الفتره الجايه. شفنا الزمالك مستوى جيد جدا، الزمالك بيعلى. صراحه الزمالك بيعلى من اول الموسم تدريجي، برغم ان الزمالك كان بيكسب باداء مش قد كده، ولكن الزمالك اداؤه عالي الفتره الاخيره وكان ماشي كويس قوي بصراحه جدا جدا. ولكن الزمالك عشان يكمل ويقدر ينافس على البطوله دي لازم تدعيم. نرجع بقى سريع كده اتكلم عن ماتش الاهلي. الاهلي طبعا يا جماعه بيواصل المستوى السيء بتاعه. احنا بنتكلم بكل امانه وبكل صراحه، الاهلي برغم نجومه دي كلها وبرغم السكواد بتاعه ده كله الاهلي لسه اداؤه وحش جدا. الاهلي المفروض ما يقولش ان انا عندي غيابات، الاهلي عنده فريق واثنين وثلاثه، المفروض مالكش حجه خالص. الاهلي على مدار المباراه ماتش حرس الحدود ماتش متكافئ جدا، ماتش بيروح ويجي، الاهلي كل ماتش بيخش فيه جون واثنين وثلاثه، ودي حاجه مش متعودين عليها من النادي الاهلي. الاهلي محتاج وجهه نظري محتاج باك شمال مهم جدا، محتاج باك يمين. محمد هاني بصراحه يا جماعه، الناس احنا يعني مش عارف الاهلاويه بيقصوا عليه جدا، وانا وجهه نظري ان هو بصراحه خلاص يعني هو محمد هاني جاب اخره خلاص مع النادي الاهلي. الاهلي محتاج باك يمين، الاهلي محتاج باك شمال، الاهلي محتاج مساك قوي. انا عارف ان انت عندك ياسر ابراهيم، وعارف ان انت عندك مش فاكر اسم اللعيب الجديد ده، ولكن انت محتاج يا اما ياسين مرعي. الاهلي محتاج واحد قوي جدا مع الاثنين دول، لان الاهلي لما بيغيب واحد المشكله بتبقى كبيره قوي في قلب الدفاع. الاهلي بيجي فيه جوان زي ما بقول. سيبك من حراس المرمى، ما لهمش يعني، اعتقد الاهداف ما لهاش علاقه بحراس المرمى، ولكن الاهلي عنده نقطه ضعف في حته المساك. الاهلي عايز فيرود. انا وجهه نظري دي المفاجاه اللي الناس كلها بتقول الاهلي عنده، لا الاهلي مش من ساعه ما مشي وسام الاهلي عنده مشكله كبيره قوي قوي قوي. الاهلي لازم شهر واحد يدعم بفيرود يكون قوي جدا. برغم كده انا لسه عندي رايي، الاهلي هيرجع. الاهلي لحد دلوقتي لسه ما اقنعناش وما اقنعش جمهوره. الاهلي عنده احسن من كده، الاهلي عنده نجوم كتير قوي في نص الملعب، ولكن الاهلي لازم يحل مشكله اوضه اللبس في الاهلي. لو اتحلت النادي الاهلي ده هيرجع بصراحه اقوى سكواد. الاهلي هيرجع ينافس على الدوري. الاهلي بنسبه 90% ياخد الدوري، برغم اداء الزمالك الكويس، برغم بيراميدز قوي جدا، ولكن انا بشوف المنافسه بين الاهلي والزمالك، خصوصا الاهلي هيبقى منافس قوي جدا. الاهلي محتاج مباراه، وده اللي هيودينا لمباراه الاهلي والزمالك. المباراه دي هيتوقف عليها حاجات كتير قوي يا جماعه بالنسبه للاهلي والزمالك. احنا لسه في الاول وكل حاجه وبتاع، ولكن نتيجه المباراه دي سواء نتيجه واداء هتفرق جدا مع اي نادي من الاثنين. لو الاهلي كسب مباراه الزمالك باداء كويس ورجع للمباراه دي باداء وشكل قوي للنادي الاهلي، اعتقد الاهلي مش هيقف تاني، يعني ما حدش هيوقفه تاني. الموضوع هيبقى فرق، الاهلي هيبقى قرب جدا خلاص، ما كانش ما اعرفش هيكون عدى نادي الزمالك ولا لا، اعتقد هيبقى لسه. ولكن الاهلي هيركب، والاهلي لو ركب الموضوع هيتصعب جدا 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 على نادي الزمالك، وده اللي انا كنت بقوله من اول الموسم. الزمالك بينافس، الزمالك فاجئني
الزمالك انا اول الموسم قلت الزمالك مش هينافس على الدوري السنه دي، كنت اتمنى ان الزمالك ياخد المركز الثاني. الزمالك لسه بيبني فريق وبيعمل سيستم جديد، ولكن الزمالك احرجني وقال لا، الزمالك احنا فريق قوي والزمالك بادئ كويس جدا جدا، ولكن انا عندي رايي الاهلي اقوى كسكواد. مش بقول ان الاهلي يعني كلاعيبه فنيا احسن من الزمالك، ولكن كسكواد متكامل الاهلي وبيراميدز اعلى من الزمالك. الزمالك لازم يدعم في شهر واحد زي ما انا بقول كده. الزمالك محتاج يجيب وجهه نظري باك شمال عشان احمد فتوح خلاص. انا وجهه نظري لازم يمشي من نادي الزمالك. لازم تجيب هافين او 3 هافات، يعني وينجات. لازم يكون في 2 وينج شمال وواحد وينج يمين مع اخوان الفينا. حته الفيرو بصراحه انا بشوف الراجل وداد دباغ هايل. الراجل ده بيعلى، وده اللي انا راهنت عليه اول الموسم. وقلت لكم في الفيديو اللي فات الراجل ده كويس جدا، محتاج يجيب هدف. كان الاول واقفه معاه، دلوقتي بدا يجيب كل مباراه بيجيب هدف، ومتحرك جدا، بينزل بيشتغل مع نص الملعب كويس قوي قوي، بيعمل محطه كويسه قوي لنص الملعب، وفارق جدا مع نادي الزمالك الماتشين الاخرانيين بصراحه. فانا بشوف ان الزمالك مش محتاج فيرود. الزمالك عنده حتى بره ناصر منسي، وعنده اعتقد احمد اللي هو كنا جايبينه من فاركو، وعندك عمرو ناصر. فانت عندك يعني الى حد ما في ناس كويسه في الحته دي، ولكن انت محتاج الهافات بشكل سريع جدا. لازم يكون عندك وينج يمين وينج شمال اقوياء جدا. الزمالك عنده نص ملعب لو رجع زي ما بقول محمد شحاته واحمد ربيع، نادي الزمالك مش هيحتاج حاجه في حته الديفندر. عندك عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، اداء اكتر من هايل. الناس دي عندك يعني عندك كثره في نص الملعب، وناس كلها لعيبه على مستوى عالي جدا. حته المدافعين انا بشوف الزمالك عنده ناس كويسه جدا. محمد اسماعيل ده الزمالك لقاه كده وسط ضلمه كبيره، راجل مدافع كويس قوي قوي، بيقدر يبني الهجمه من تحت كويس جدا. الونش طبعا هيبقى احتياطي. انا وجهه نظري خلاص حسام عبد المجيد يكون اساسي. عندك صلاح مصدق اللي انا برده مش مقتنع بيه بصراحه، يعني وجهه نظري محسوب عليك اجنبي، بس هو انا رايي يعني انت ممكن تبدله باي مدافع في مصر، مش هيفرق عنه كتير ومش هيتحسب عليك اجنبي في نفس الوقت. عمر جابر محتاج معاه باك يمين. في لعيب افريقي جه بس انا مش عارف هم مش مقتنعين بيه ولا ايه. هو ما بيخشش السكور رغم ان عمر جابر مصاب وهو ما بيخشش، فانا مش فاهم برضه لغز عليه برضه. فانا بشوف نادي الزمالك محتاج تدعيم، والاهلي محتاج في مكانين او 3 بالكتير قوي. وهيبقى المنافسه قويه جدا الموسم ده ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز. زي ما انا بقول كده الموسم لسه طويل جدا جدا، ولكن اللي هيحسم الموضوع ده هي صفقات شهر واحد، واللي هيقدر يجمع نقط في الدور الاول على قد ما يقدر. شكرا.